السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني. النهاردة قلت بقى اعمل وصفة اودع بيها المانجا، فهعمل معاكم النهاردة ان شاء الله كنافة بالمانجا. طبعا دي متأخرة شوية، بس يعني مش متأخرة بقى في جمالها، يعني تتعمل في اي وقت الصراحة. لو المانجا موجودة او متفرزنة ممكن نستعملها. فيلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بسم الله. اول حاجه بقى هنحتاجها هي الكنافه، وهنحتاج زبده او سمنه اللي موجود عندكم. انا استعملت هنا حوالي نص كيلو من الكنافه. اخدت الكنافه وحطيت عليها طبعا الزبده، تمام، وهفركم مع بعض. هنا الكنافه دي حطيتها في الفريزر، وبعد كده طلعتها كسرتها وهي في نفس الكيس. لو جايبينها طازه ممكن تحطوها في الكبه وتفرموها في الكبه. هنا بقى استعملت ايدي عشان خاطر احاول اخلي الكنافه تشرب كل الزبده. طبعا الزبده دي انا سيحتها وحطيتها على الكنافه. بعد كده بقى بعد ما اطمنت ان هي شربت كل الزبده، هجيب بقى الصينيه اللي انا هدخلها فيها الفرن، وابتدي بقى ايه احط فيها الكنافه واضغط عليها عشان خاطر تبقى متماسكه، وهعمل لها حرف كده عشان خاطر ايه لما احط فيها الحشوه تبقى جواها كده شبه التارت، نفس فكره التارت، تمام. وهنا بقى في الاخر بكوبايه هبتدي بقى اضغط عليها عشان خاطر تبقى ايه ثابته ما تفرولش مني، تمام. وبعد كده بقى ايه هدخلها الفرن متسخن على درجه حراره 200، تمام، لغايه لما تاخد لون ذهبي. وبعد كده اطلعها. ده بقى شكلها بعد ما طلعت وهي سخنه كده. بسقيها بشربات ساقع او اللي هو مش سخن يعني، تمام. الشربات ده كنت عاملاه معاكم قبل كده، فهحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، تمام. هسقيها بقى بالعسل، مش هكتر قوي عشان خاطر لسه في مانجا ولسه في التوبنج بتاعها. هسيب بقى الكنافه تبرد خالص، وعقبال ما تبرد هنحضر مع بعض الحشوه بتاعه الكنافه. هنا هنحتاج حوالي كوبايه من الكريم شانتيه الخام، تمام، واحط عليه حوالي نص كوبايه من اللبن المتلج، تمام. انا الاول ابتديت بربع كوبايه، ولو احتجت بقى زياده هزود كمان الربع التاني، تمام. انا احتجت النص كله فحطيت نص كوبايه اللبن كامله، تمام. لغايه بصوا القوام بتاعها كان تقيل، لان انا لسه هحط عليها قشطه، فده قوامها المظبوط يعني حلو جدا. يعني مثلا كوبايه كريم شانتيه هتاخد نص كوبايه لبن متلج، تمام. بعد كده بقى هضيف القشطه دي. انا حطيت قشطه معلبه، ممكن تحطوا قشطه بلدي، تحطوا كريمه لباني، بتعزز طعم اكتر، تمام. وهنخلطهم لغايه لما يندمجوا مع بعض. بس بقى ايه ده القوام بتاعها المظبوط وكده، ايه خلاص بقت جاهزه، تمام. هحطها الاول في التلاجة تمسك شويه، وبعد كده ايه تكون برده كمان الكنافه هدت. هنا بقى كله بقى جاهز، تمام. انا نقلت الكنافه في الطبق اللي انا هقدم فيه، وبعد كده بقى هبتدي احط فيها الكريم شانتيه. كده خلاص بقى حطيت الكريم شانتيه. دلوقتي بقى هبتدي انزل بقطع المانجا. هنا كنت جايبه مانجتين قطعتهم كده مكعبات، تمام. وابتديت بقى احطهم فوق الوش زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هدخلها التلاجة تاني تمسك، وبعد كده مثلا ساعه، مش هتاخد اكتر من ساعه. وبعد كده بقى ابتدي اقطع فيها زي ما انا عايزه. شوفوا بقى فظيعه، شكلها حلو. شايفين بقى المنظر من جنب اهو باين اللي هي الكنافه وجواها الكريم شانتيه، ومن فوق المانجا المتقطعه مكعبات. عايزه اقول لكم تحفه. طبعا دي بتفكرنا برمضان جدا، والحقوا بقى اعملوها قبل ما المانجا تخلص خالص من السوق، عشان بجد طعمها يجنن. جربوها وانتوا هتنبسطوا بيها قوي. ده بقى شكلها بعد ما قطعتها. هو للاسف انا ما سبتهاش في التلاجة كتير، لان كان عندي حد بيزن جنبي، يا مامي بقى اكليني، انا عايزه اكل، انا جعانه، شكلها حلو، انا عايزه اكل منها. فبالتالي طلع زي ما انتم شايفين ايه كده، ايه سايحه شويه. فطبعا لازم تسيبوها على الاقل حاجه ساعه عشان تطلع معاكم مظبوطه. بس يا رب بقى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.